أهلا ومرحبا فيكم ببرنامج المسامح كريم. يقول الروائي البرازيلي باولو كويلو: عندما نحب فإننا نسعى دائما لأن نكون أفضل مما نحن عليه، وعندما نسعى جاهدين لنكون أفضل كل شيء من حولنا يصبح رائعا. القصة اللي راح نشوفها الآن هي من المغرب، قصة فيها إدمان، فيها مخدرات، فيها كحول، ولكن فيها كتير 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 من الحب والتضحية. رح نشوف ونتابع كل تفاصيل القصة، ولكن أولا نستدعي صاحب العلاقة، صاحب الدعوة، سعيد الخرشوفي. أهلا أخي سعيد، كيفك يا حبيبي؟ أخي سعيد، ايوه أنا سعيد إنك تكون معنا، شكرا وإنك سيدي. تكون من المغرب، حتى أقول لأهل المغرب كلهم إني بحبهم. حبيبي. أنا ما حكيت أبدا ولا جبت أي سيرة عن المغرب إلا بالحب وبالاحترام وبالتقدير. ايوه أنا برحب فيك اهلا وبشكرك أهلاً على وسهلاً. مجيئك وعلى ثقتك بالبرنامج، لأنه رح نحكي شو قصتك أنت. أيوة. أنت متزوج، عندك 3 بنات الله يخليهم، وعندك بنت توفت بالأول، توفت في كان الأول. عمرها 1.5 سنة. ايوه بس أول شيء عرفني بحالك، شو بتشتغل حضرتك؟ اشتغل حاليا حارس سيارات. حارس سيارات، والشغل كويس ماشي أمورك؟ امور يعني ماشي لا باس بها. زي مثل ما بتعرف يعني أزمات بهالعالم العربي، في أيه. أزمات معيشية وأزمات اقتصادية، المهم اللي عم بيشتغل يقول كتر خير الله. مش هيك؟ اعيش. ايوه ايوه. سعيد رح لكم شو قصته. سعيد بزمن العزوبيه، يعني حوالي من قبل شي 15 سنه، تعرف على سيده، لانه كانت متزوجه ومطلقه، اسمها صوفيا. بقى صار في صداقه هو وياها، مش شيء بس صداقه، انما جمعهم امر خطير، هو الادمان. بقى صاروا يشوفوا بعض ويلتقوا، ولكن ضمن سهرات هيك وتجمعات وادمان وكحول ومخدرات والى اخره، هذه الافات. المهم انه صار في علاقه حب بين بعضهم، وقرروا انه يتزوجوا بعام 2003. تزوجوا. الست اللي تزوجها صوفيا كان عندها بنت من زواجها الاول. بعد ما تزوجوا اجيهم بنت يعني عاشت 1.5 سنة للاسف وتوفت. بس بهالسنة ونص رجعت صوفيا الى الادمان، لانه هو وقف عن الادمان ووقف المخدرات. حاول يقنعها، ما اقتنعت، انما استمرت في الادمان، وصارت مثلا بالليل تهرب من البيت، تطلع من البيت، تروح لحتى تفتش على مخدرات. اهملت البنت توفت. مع ذلك هذا الانسان يعني تجاوز المأساة، وبتعلقه بزوجته حب انه يبقى معاها ويستمروا بحياة جديدة ويفتحوا صفحة جديدة، وأنجبوا بعدها 3 بنات. ولكن للأسف حسب ما هو قالنا بروايته، للأسف أنه صوفيا ما زالت إلى الآن تتعاطى المخدرات. حاول كثير أنه يقنعها للإقلاع عن هذه الآفة، ولكن لم يفلح. قصد هالبرنامج عسى ولعل أنه أن تأخذ وعدا أمام الملأ، أمام الملايين، أنه ستوقف هذه الآفة. مش هيك؟ هذا هو. اختصرت لك الموضوع زي ما هو. خبرني شوي أكثر أنت، يعني شو بتأمل منا نحن نعمل؟ يعني أنا أظن بأن الزوجة ديالي بغيت أعير باش يعني تقلع على هذه المخدرات، الإدمان اللي كتستعمل، لأن عندي بنات. قديش أعمارهم؟ أعطيني فكرة عن أعمارهم. عندي الكبيرة عندها 8 سنوات. نعم. والمتوسطة يعني 4.5. والصغيرة 2. كيف تعامل الأم معاهم يعني؟ لا، الأم كتعامل معاهم يعني بحب. بس قلت لي أنت مثل ما قايل بروايتك أنه ما زالت إلى الآن تتعاطى المخدرات، كيف؟ لا، هي تتعاطى المخدرات، ولكن بدات حيت أنا ديما كنقول لها بأنها خصها تنقص عليها هذا الإدمان هذا. ديما كنقول لها
يعني نقش عليك الادمان. نعم نقصت ولكن ما زالت. ولكن ما زالت. قطعتها. لا ما ما قطعتها. أوقفت الإدمان. ما اوقفتها. نعم. نحن وجهنا الدعوة لست صوفيا. هلا انتم كيف تركتوا من المغرب مش عارف، يعني هل هي شاكة انك انت ممكن تكون داعيها؟ مش عارف. اولا خلينا نشوف كيف تلقت الدعوة. من قلب العاصمة الاقتصادية مدينة الدار البيضاء كنعاود نرحب بك أستاذ جورج قرداحي، وهذه المرة معايا دعوة في اسم السيدة صوفيا فتاح اللي كتسكن في المدينة القديمة، دارها ما بعيداش من هنا. يلا معايا. هذه هي الزنقة ديال بين الجوامع فين كتكون السيدة صوفيا فتاح. يلا معايا نشوفوا الدار ديالها فين جات. هذا هو المنزل اللي كتعيش فيه السيدة صوفيا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الله يخليك، كنسول على السيدة صوفيا فتاح. ها هي أنا واش واجب؟ انت لاله اللي عندك 40 عام عندي الرجل. وعندك راجلك سميتو سعيد خرشوفي. عندي عندك راجل. 5 البنيتات. هي مشرفين لاله. معك لاله فاطمه الزهراء من برنامج الاستاذ جورج قرداحي. شرفيني. علاش؟ جايبه لك واحد الدعوه لحضور البرنامج، بغيت نشوف واش تقبليها من عندنا ولا لا. ديال اش الدعوة؟ هذه مفاجاه. ما عرفتش علاش. مفاجاه البرنامج جديد كاين في كل شيء غادا تعرفيه هنا ان شاء الله في الدعوه الا قبلتيها منا. نقبل له. علاش أنا بالضبط؟ كل شيء مفاجاه، انت غير جي ان شاء الله حضري معنا في البلاطو ديال البرنامج وغادا تعرفي كل شيء ان شاء الله. مزيان نعرف كلشي. يعني شنو تقضي الدعوه ولا نديها معايا؟ نقبلها. تاخديها؟ هكا لاله. يلا نهارك مبروك. مبروك. شرف. بسلامه لاله. الله يعاودك. يعني اكيد مثل ما قالت صوفيا في مفاجاه، كل واحد بيجي لهالبرنامج لازم يتوقع مفاجاه، ما بيعرف شو مفاجاه. في ناس بفكروا مليون، في ناس بيكونوا شايفين البرنامج متوقعين انه حدا مزعلهم مزعلينه الى اخره في صلح. على كل حال القصه وما فيها انه الاخ سعيد اجى من المغرب، اجى لانه دعا زوجته، لانه في قصه بين بعضهم. اول شيء قصه حب وقصه مخدرات، كانوا يتعاطوا المخدرات مع بعضهم قبل ما يتزوجوا، ثم تزوجوا. هو أقلع عن هذه الآفة ولكن زوجته لم تتمكن من ذلك، ولكن بعضهم بالمخدرات الخفيفة. اجى على استوديو حتى يطلب من زوجته أن تقطع وعدا أمام ملايين الناس بأنه ستتوقف، لأنه عندهم 3 بنات وهو ضنين على بناته ال3، بده يعيشوا بكرامه ويعيشوا بمحبه ويكونوا صحتهم جيده وتضل امهم معهم ويضل هو ايضا معهم. على كل حال نحن وجهنا الدعوه مثل ما شفتوا لصوفيا. صوفيا قبلتها وصوفيا بالانتظار حتى نناديها. تفضلوا خليها تشرف ست صوفيا. اهلا وسهلا. اهلا ست صوفيا، كيف احوالك؟ تفضلي تفضلي. ليش خايفه؟ اهلا وسهلا فيك صوفيا. انا سعيد انك تكوني معنا. اشكرك على مجيئك. انت مش عارفه شو فيه بهالاستوديو؟ لا ولا ما عارفه شو الموضوع ولا عارفه؟ لا ما عارفة والو. الحكي ايه، ما عارفة حتى حاجة. بس انا بعرف كل شيء عنك. انا بعرف انه عندك 4 بنات. نعم. عندك بنت كبيره من زواج اول، عندي. وعندك 3 بنات ما شاء الله صغار من زواج ثاني. وعايشه انت وزوجك بامان واطمئنان ومحبه وسعاده، ولا لا؟ لا مش عايشين بسعاده؟ مش عايشين بسعادة. ليه؟ لأنه كاين مشاكل كتير وكاين كان مشاكل كثير بينك وبينه؟ أنا وجهت لك دعوة لأنه طلب منه وجه لك دعوة، يعني حدا طلب مني أن أوجه لك الدعوة. تحبي تعرفي مين اللي دعاكي؟ إذا بتريدي تفضلي طلعي بالشاشة. تفضلي تعالي عادي، أنت مستريحة، خليكي مرتاحة.
هو ده فجأة هو ده اللي بيجي وعايش بروحه. ولاش يعيط علي انا ما عيط عليكي لانه مش عارف، الظاهر بيحبك الرجال. عملها من ورايا وانا اه متفاجئة. ما فهمتش انا علاش يدير لي بحال هكا. تفاجأتي؟ كان لازم يخبرني ولا حاجه، ما عرفش انا. ما مش عارف. بعدين يعني مش هالمشكل الكبير بينك وبينه، ولكن في مشكل اجتماعي كبير بدنا نحكي عنه. بعت لك رسالة بدي اقرا لك اياها. اوكي؟ خليني اقراها. بيقول لك: زوجتي الجميلة الحبيبة غزل، لا أريد أن أتخيل حياتي وحياة البنات من دونك، ولا أستطيع أن أفعل ذلك. أنا وأنت تلاقينا في أجواء غير جيدة، لكننا خرجنا منها بحبنا لبعض، واكتفينا ببعضنا بعض. أخطأنا كثيرا ودفعنا ثمن تلك الأخطاء غاليا، لكن نجحنا في أن نستمر معا. أنا عارف قصتكم كلها، يعني هو عم بيحكي مظبوط. قد أكون مقصرا في حقك، ربما أنا لا أساعدك بالقدر الكافي، لكننا الآن نمتلك أسباب لكي نصبح أقوى. لدينا أحلى أربعة أسباب في الدنيا، وعلينا أن نحميهم من أن يعانوا مما عانيناه. أنت أجمل وأقوى امرأة في الدنيا، وأنا سأبقى بجوارك حتى تربي بناتنا ونربي بناتنا ويكبروا ويفخرون بنا. ولكن علينا فقط أن نتعاهد أمام الناس أن نكون أفضل، وأن نلقي كل ما فات وراء ظهورنا، فالعمر ما زال فيه الكثير لنعيشه معا، ولنسامح أنفسنا على كل أخطائنا، والمسامح كريم. هذا كلام في الورق بس، اما في الحقيقه ما فيش علاقه. الحقيقه انا الوحده اللي انا من الام ومن الاب وفي كل، انا اللي كنربي انا بناتي بوحدي. نعم. بوحدي انا بربي البنات وبوحدي وعايشه وحدي في بيتي. هو كيجي كيطل كيلوح مصاريف قليله. نعم. وكيخسر هو مصاريف البرة، يعني وهذا ماشي حال. نعم. الحال انه لازم يكون معايا علشان البنات. نعم. صغار. الحل انه يكون معاكي عشان البنات. محتاجين لهم. خليني اسمع رأيه، لانه انا فهمت منه شيء، بس كاتب بالرسالة شكله شيء ثاني. اخي سعيد، تفضل. المدام صوفيا موجودة هنا، ممكن تتطلع فيها وتوجه لها الكلام. تفضل انت وجالس، خليك مكانك تطلع فيها وهي حتنظر لك، لانه ما فيش خلاف كبير. بس تفضل قل لها اللي عايز تقوله. صوفيا، احنا دابا المشكل اللي عندنا هو احنا معلقين بعضياتنا، والبنات اللي بيناتنا راه حنا خصنا نرعاهم واحد الرعايه يعني مزيانه. والسبب ديال السكن اللي عندنا، السكن اللي يعني هو اللي كيأثر عليك، وهذا راه ان شاء الله غادي يكون خير ان شاء الله من هنا لقدام، لان راك شتي جاو عندنا وعطونا القرار بان غادي نبدلوا السكن تما، راه غادي ان شاء الله غادي نتوفقوا اذا خدمنا وجمعنا راسنا، راه غادي نسكنوا سكن لائق واستمر الحياه. سعيد، يا سعيد، مدام صوفيا قالت لنا انه انت ما بتطلش على البيت، انك بس بتجيب الفلوس، وهي وحدها، هي الرجل وهي السيدة اللي عم بتربي البنات، وكأنك منفصل عنها. هذا أمر ما يجوز. يعني قال له ضربني وبكى، سبقني واشتكى. يعني جاي تشتكي أنت، بس طلعت هي التي تشكو. بقى أنت قلت أنه هي ما زالت تتعاطى مخدرات. أنا بدي أسألك السؤال. نعم. هذا ما قاله هو. أنت لسه بتدخني حشيش ومش عارف إيه؟ انا لما جا عندي ابي اللي مربيني، جا عندي وزيدي تيزورني مره في البيت. نعم. ولما يشوفني في الحاله اللي انا فيها مع الاولاد هذوك
كيقول لي انت ممكن تتعاطي شي حاجه، انت اللي في حالك يعمل اكثر من كذا. نعم. اللي في هذه الحاله اللي عايشه فيها انت. نعم. ما عرفتش شنو غادي يدير، ممكن يدير شي حوايج كثار من داك الشيء. وانا ما انا تحت الضغط. تحت الضغط. تحت في عندك الضغط عليك يعني. ضغط؟ بترتاحي يعني اذا نفختي سيجاره يعني؟ تستريحي يعني؟ بيريحك هالشيء؟ هي اصبحت عاده بس هي عاده. هي زي عاده التدخين يعني. بس انا ولات عاده عندي، يعني وليت كنتكلم وتنعملها، نطيب نعملها واصلا ما بقيت كنعمل شي، ولات هدا حامله غير اولاد. طيب بس هي مش مكلفه، ما لهاش مش ساعة مش هي غاليه بالنسبه الثمن؟ للمكلفه عندنا حنايا بحال 60 جنيه. بس مش مسموحه، ممنوعه ممنوع قانونيا. قانونا ممنوع. قانونا ممنوع عندنا. على كل حال يعني نحن ما بدنا كنا نوصل لهون يعني وتطلعوا. على كل حال تقول لك بس سعيد شو مقصده؟ اذا بتفهموني مزبوط شو عم بحكي؟ قصد سعيد انه هو بده يرجع لك، بده يرجع يسكن في البيت وكل شيء، ولكن بده تتعهدي انه انت توقفي هذه الآفة، يعني الحشيش ومش عارف توقفي. لما تشوف روحك انت كل شيء نازل عليك يا سعيد وانت بقى وحدك، سمعها وانا لست. ما عارفاش انا كيفاش. والله انه ما في اصرح منها صريحه، وعم تحكي اللي بقلبها، وعم تحكي قدام الملأ، يعني كل شيء على راسها. سايب للعيال انت كلهم على راسها، وانت بتنظر من بعيد بتقول لازم ولازم ولازم، مش هيك؟ ايوه، ولكن انا تفضل احكي لها، بدها تسمع، علي صوتك لانه مش عم تسمعك منيح. انا صوفيا انا كنجي للبيت باش ما تلقاش الراحه ديالي في السكن ديالي. كنت كنلقى. ليش ما تلقاش الراحه؟ اسالي. لا، ولازم تدير الراحه ديالك لنفسك، واصلا انا ما سمحتش ليه باش انا ما متفقاش مع انه يمشي ويفضحني عند الناس، يقول لهم راه فاعله تاركه، يعني ما هو في فضحني بلاده. هو الناس فضحني في المغرب. في المغرب مشات يقول مش فضيحه يا ستي، انت منك على كل حال انت ومش نهايه العالم، يعني انت ممكن تقلعي عن هذه القصه زي ما هو اقلع. يعني هو قال لما تزوج، مش هيك؟ لما توفت بنته اول بنت وقف خلاص، وبعده الى الان موقفها، يعني معناتها سهل، مش صعب كثير. انتم ما وصلتوا على المخدرات القويه يعني اللي مش ممكن واحد يرجع عنها. على كل حال تفضل سعيد كمل. يعني انا كنجي البيت ديالي باش نرتاح، ما تلقاش الراحه ديالي معاك، لانك انت كتقولي لي ارى لي المصاريف وسيب البيت، شوف انت اش دير، شوف هذا، ما تلقاش انا الراحه ديالي مع اولادي. انا كنجي نبغي نريح مع البنات. مع الصراخ اصلا يتكلم، كيصرخ في البيت بزاف، كيصرخ. يعني بيت واحد الا صرخ واحد حدا ودنك يعني راس بين الفجر. كنفضل كنقول ليه غير سير صافي. خصك انت تصبري، ما عندك بلا ديري، لان البيت هو هذاك البيت، يعني واخا صغير علينا وعندنا البنات، خصك انت تحاولي يعني تبدي الامور برضا وبهدوء وبهذا، وديري لي انا الراحه ديالي انا باش انا صبرت. انا من نهار بقيت معاه وانا عايشين عارف بيت كرا نخرج من بيت كرا ما فيش لا ما لا مقاري لا والو. يعني دابا بناتي حاليا عايشين بحال قلتي عايشين في ايطاجير في بلاكار، يعني ما تيشوفوش حتى الزنقه، ما تيشوفوهاش، محبوسين، ما تيشوفوش خضره، ما كاينش اللي يعاوني فيهم جوج صغار. يعني ملي تيجلسوا لي في الارض انا يدي كيضروني، كيجلسوا لي في الزنقه بوحدي، انا تنضطر نخرجوا من بوحدي. ناض هو عمل هو عطبني من رجل، ضربني هنا ضربه خايبه. لحد الان كنعاني منها. وكيفاش انا يمكن لي غادي ندير نوض بهذوك البنات ونخرجهم فيهم هنا؟ ما كاينش معاونه، يعني احتقار، يعني محتقرني بزاف. سمعت سعيد، انت هلا جيت وقصدتنا واهلا وسهلا فيك وكلكم على حبايبنا كلكم، بس قل لي انت شو عايز من هذه السيده؟ ما كرهتش بانها يعني توقف عن هذه الافه هذه ديال تعاطي المخدرات، انا ما كرهتش، ولكن انا دابا انا معاها عي باش نسعدها هي مع البنات. انا مضحي براسي، يعني ما كنخليش، ما كنحيدها من عندي انا وكنعطيها لهم هما. ايوه. وانا كنبغيها هي باش ترضى عليا، باش تخليني انا نعيش معاهم، يعني كنا قراب ونكونوا كنا مجموعين باش نحاولوا نقضوا راسنا من هذه الافه هذه اللي احنا فيها. يا ست صوفيا، هلا في مشكله هي قصه التدخين. هل انا نيابه عن الاخ سعيد فيني اطلب منك تتعهدي لنا انه بترجعي على المغرب وتوقفي
هالحاجه هيدي كرمال البنات، كرمال صحتك، وكرمال المجتمع ايضا. ممكن اخذ تعهد منك كلمه شرف؟ كلمة شرف ممكن ممكن. لمصلحتك. وبتذكريني بالخير وبتقولي جورج قرداحي طلب مني ووقفت. طيب اوكي، هيدي حليناها. فاذا تعهدت ست صوفيا انه بترجع على المغرب وخلاص، موضوع قديم. الموضوع الثاني، هذا الرجل اجى وجاي بنية طيبة، وجاي بده هو يرجع على البيت، ويرجع هو الزوج وزوج المثالي. بقى رقم التليفون حيكون معك، اذا كان شفتي سلوكه مش جيد بتخبرينا. هذا كويس، هذا مزيان. كويس هذا الحكي. خلاص حياخذوا بالاعداد، راح ياخذوا رقم تليفونك معهم ارقام التليفون، وعندنا مراسلتنا في المغرب وحبتتابع الموضوع. ممكن. اوكي خلاص. شو يا سعيد اخر كلمه شو بدك تقول لها؟ وانا صوفيا راه يعني هي ام بناتي، وانا راه تنبغيها ماشي ما تنبغيهاش، ويعني كنبغيها غير لان دوزنا واحد السنين يعني ماشي قليله. نعم. يعني 13 عام او 13 عام ديال العشره، يعني راه سنين ما سهلاش. نعم. وكنطلب منها هي غير تكون معايا، تصنت لي، تعطيني بدك اياها تكون معك، بس انا هي بدها تطلب منك وانا بدي اطلب منك والجمهور ان انت تكون معاها. انا نكون معاها، تساعدها معاها. اسمع، تساعدها حتى توقف، لانه مش سهله عليها توقف. هلا وعدتني وعد شرف، بس بدك تساعدها. انا نساعدها لانه مش تحرق لها اعصابها وتزعلها ولا لا. بدك تساعدها، بدك مرحله لازم تمر فيها بتكون صعبه عليها، بدكم تساعدوها انت والبنات. خلاص صافي يا لبن. صافي يا لبن يا عم. صافي. شو نفتح الستار؟ افتحوا لنا هالستار. اسفه ما طلعش معايا دموع. مظبوط ما تعمل. الله يهديك. خلاص يلا ضلوا بعض. شكرا. خد بالك منها. يلا تفضل. مع السلامة صوفيا. شدي همك، شدي حالك على الوعد. زي ما وعدتك. يلا قصة هيك تسعد، لأنه رجعناهم لبعض. رجعنا لمينا شمل الأسرة وثلاث طفالة صغار، 3 بنات. الله يعطيهم الصحة ويعطيهم مستقبل زاهر. وإلى اللقاء مع قصص جديدة والمسامح كريم.